أهمية غشاء البكارة. نصائح علمية. مرحباً بكم في قناتنا. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جداً وحساس، موضوع بيشغل بال كتير من البنات وبيسبب قلق وتوتر كتير، وهو غشاء البكارة. سنتكلم في حقائق علمية موثوقة ونبعد عن أي كلام مبالغ فيه أو معلومات مغلوطة. هدفنا هو توعية البنات وتقديم نصائح علمية مفيدة تساعدهم يفهموا أجسادهم بشكل أفضل ويتخلصوا من أي أفكار مغلوطة بتسبب لهم قلق وإزعاج. إيه هو غشاء البكارة؟ غشاء البكارة هو غشاء رقيق بيغطي جزء أو كل فتحة المهبل، زي ما لكل بنت شكلها وبصمتها الفريدة. غشاء البكارة بيختلف من بنت للتانية. في بنات بيكون الغشاء عندهم سميك، وفي بنات بيكون رقيق، وفي بنات كمان بيكون عندهم فتحة كبيرة في الغشاء، وده كله طبيعي. مفيش شكل محدد أو مثالي لغشاء البكارة. المهم نعرف إن ده جزء طبيعي من جسم البنت ومش مقياس لأخلاقها أو سلوكها. كتير من الناس بيفكروا إن غشاء البكارة دليل على العذرية، وده معتقد خاطئ تماماً. زي ما قلنا غشاء البكارة بيختلف من بنت للتانية وممكن يتمزق لأسباب كتير غير العلاقة الزوجية. في بنات بيتم غشاء البكارة عندهم أثناء ممارسة الرياضة زي ركوب الخيل أو الجمباز، وفي بنات بيتم غشاء البكارة عندهم أثناء استخدام السدادات القطنية أثناء الدورة الشهرية. Chapter 3. زي ما شفنا، تمزق غشاء البكارة مش دليل على العلاقة الزوجية، وممكن يحصل لأسباب كتير مختلفة، وده شيء طبيعي جداً ومش مخجل، ومش لازم يسبب قلق أو خوف للبنت. المهم إن البنت تكون عارفة جسمها كويس وتعرف إيه الطبيعي بالنسبة لها، ولو حصل أي نزيف أو ألم شديد لازم تروح للدكتور فوراً. Chapter 4. الوعي بجسمك هو أهم حاجة. لازم كل بنت تتعرف على جسمها وتفهم التغيرات اللي بتحصل فيه، وده هيساعدها كتير في الحفاظ على صحتها. لو عندك أي سؤال أو استفسار متتردديش تروحي للدكتور أو تتكلمي مع حد أكبر منك وثقة. Chapter 5. الثقة بالنفس بتيجي من فهمك لنفسك وجسمك. متسمحيش لأي معتقدات خاطئة أو كلام سلبي يؤثر على ثقتك بنفسك. انت جميلة وقوية زي ما انت، ومش محتاجة حد يحدد لك قيمتك. أوترو. شكرا لمتابعتكم. نتمنى يكون الفيديو فادكم وجاوب على كل أسئلتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. شاركونا بآرائكم وأسئلتكم في التعليقات، واستنونا في فيديو جديد قريباً.